برضه. ما انا اقول لكم بقى على دواليب سماحه وسمنوت بقى عشان ما يبقاش نقرش بس. الكفته والمخزن بتاعه ايمن البنا، ومعلم تاني تقيل. يبقوا انتوا اعرفوا بقى بطريقتكم. المخزن بتاعه عندي في الشارع عند راجل اغلب من الغلب ملوش ذنب في حاجه، وانا مش عايز اقول. احمد عجوة حبيبي يا احمد، انا بحب ابوك. انا بحب ابوك يا احمد. بلاش يا احمد انت عشان بحب ابوك. مش هقولها لك تاني. اني لوحدي وعيل صغير معايا. احنا مش كتير داني، وانتوا عارفين الولد الصغير اللي معايا اسمه ايه. واي حد بحبه يبعد من قدام عشان عليا الحرام من دين. انا قلبت الترابيزه عليا وعلى الكل. انا قلبت الترابيزه عليا وعلى الكل. والمعلمين بتوعنا هم رجال الاعمال. هم رجال الاعمال. ايه يا عم ناصر؟ معلش يا عم ناصر يا بربري بقى، معلش. هو الفضايح على الكل. معلش. حتى انا قريش مع كلها معلمين، معلش. اي حدش يزعل مني. انا اتكلمت بقى يابا ايه. انا اتكلمت يابا ايه على المباشر وعلى الدغري، واقول لكم اركب لكم السماعه عشان تسمعوا، عشان محدش يقول لي مش سامع. عشان محدش يقول لي مش سامع. عشان محدش يقول لي ايه مش سامع. اني معاك اهو. اي حاجه يابا انا معاه فيه. انا مش بعيد، اظن سكتي مش تبعك. ما تقعدليش بقى تجري لي حوالين الدار عندك ومش قايل لي كام عيل بندقيه وتقول لي نقرش نقرش بقى. ما انا قرش جنبك، وانا قرش بعيد عنك. بس صلى على النبي. انا عايزك تتعدى حدودك. انا عايزك تغلط معايا يا وليد. انا عايزك تبتدي انت الاول معايا. عشان اقسم بالله، اقسم بالله وحياة عيال لو ما انت مفكر ان الحاجتين اللي انت بتاكلهم دول انا واكل لك علبة. انا واكل لك علبة حالا. علبة على اسمك وعلى ذمتك وشادة خطان بودرة. اقسم بالله، اقسم بالله كاتب لك طلقة باسمك. بس مستنيك انت تغلط. انا لغاية حالا يا وليدي يا بربري عاملك اخ كبير. مستنيك تغلط غلطة واحدة بس، غلطة صغيرة كده صغيرة. غلطة منك او اي حد من طرفك او اي حد شغال معاك او مخازنك او الكلام ده كله، عليا الطلاق بالتلات. ما هضرب لك الا المخازن. وكده كده يعني انت ليك ناس تخصك كتير في سماحة. ليك ناس كتير تخصك في سماحة يا عم وليد، واظن انت فاهماه. انا بقى عزوتي كلها في سماحة واهلي كلهم في سماحة. انت اللي ليك في سماحة. انا مش انا مش هاجيلك الكمين. انت عامل لي كمين وبتشتمني عشان اجيلك؟ انت مفكرنا عيل سبرسجه ولا حاجه؟ انا هاجيلك بس هتلاقيني في وشك مباشر. مش انت العفريت، انا بقى الجن. اسال عن الجن. انت قلت لي امبارح انا العفريت وبطلع. انا بقى الجن يا وليد. بهواك عايز تخلص مع نقريش، خلصوا براحتكم انت ونصر ونقريش ويوسف منصور، ولا بقى شركاتكم. عشان ده شغل مخدرات، وده شغل بقاله سنين. ونمرة وبلشاه. المعلم شريف حماد اتقل معلم مخدرات في البلد. ما تزعلش بقى يا عم شريف. ما هو انت بقى يعني مش هنفضح وليد وهنفضح الناس ومش هنفضح المعلمين التقال. المعلم شريف حماد اللي كل يوم الشيخ مسعد شيخ البلد قاعد عنده، وشكري الحارتي، وبلاش داعي بقى لذكر اسماء المخبرين الباقي عشان فيهم ناس برضو ايه. معلش بتتراضى برضه. كل ده بيقبض من عندك من الدكان، وكله بيقبض يا باشا ومعروف لصالح مين. يا معلم اشوف انت هتعلق لي، عامل لي فيها مالكش فيه، وانت اساسي في الليله. ومخزنك عندي في الشارع يا شريف يا حماد. مخزنك عندي في الشارع يا شريف يا حماد. بس انا مش عايز اتكلم عشان انا مش غلط، مش هينفع هاذي ناس. هذه ناس. انا عارف مخزن كل واحد في سمنوه. عارف مخزن اصحابي، مخازن اصحاب. عارف مخازن المعلمين. عارف اقول لك حاجه. انا عارف مين الابره انا عارف مين. اقول لك حاجه. انا عارف الضباط الشمال اللي هي بتنيك لما مؤاخذه بعد اذن للضباط المحترمه. انا عارف اماكن الضباط الشمال كلها اللي بتروح تنيك. بس انا ما برضاش اعلم عليهم، عشان برضه ما ينفعش ان انا اعلم عليهم. عشان برضه ما يحطونيش في دماغهم
حدود السلطه واحنا. انما معنى ان انتوا تطلعوا لنا واحد وتقول له روح اقتل وبتاع، هي الحكومه كده صح؟ هي الحكومه صح كده ان هي تخلينا نقتل في بعضنا؟ طب احنا هنعمل اللي الحكومه بتقول عليه وهنقتل في بعضنا، بس بعد ما نقتل في بعضنا هنقتل في الحكومه. ما هي كده بقى، ما انتوا بتوقعونا في بعض، انتوا اللي بتعملوا لنا الحكايات حاله. اني اللي دخلني في اللي داير بقاله اسبوع. هو انا عشان يا صلاح حصل ما بيننا واحد عليا؟ لا، ما هو انت اللي سوحته ده، يا يبقى تسوح على نفسه يا يبقى انا بقى اللي سوحت على نفسي. يا هو يموتني يا انا اموته، حاجه من الاتنين. ما هو انا معايا وهو معاه، وخرب بينا كتير. بدل المليون معايا اتنين، وبدل البندقية معايا اتنين، وبعترف لك اهو. ما هو انت سايب لي اللي ماشيين بالبنادق الروسي في الشارع. روسي ايه دي؟ هي البلد في انتوا ماشيين في مخلل؟ ده احنا يا جدع لما بنبقى معانا فرد خرطوش بنستخب. هي ماشيه ازاي؟ انا عايز اعرف. ده انا لما يبقى معايا فرد خرطوش بستخب، او بندقية خرطوش بستخب، او معايا مسدس بستخب. تيجي انتوا ماشيين لي ببنادق روسي في الشارع. طيب يابا النهارده كلها هتمشي ببنادق في الشارع، هنيجي كلنا نمشي بقى بنتمشى ببنادق في الشارع. انا يابا برجالتي، انا ما يلزمنيش حد. نقرش ابن عم الكبير على عيني وعلى راسي، بس نقرش حواراته معاك يا وليد حاجه تانية، وانتوا حرين مع بعض. واذا كنت واقف بحوشه في الخير انا بلحقه قبل ما يخش على البيت عندك، من اجل العيال الصغيره ومن اجل البيت ومن اجل الناس دي. ده انا بعمل خير. تفهم لي انت الغلط؟ افهم زي ما تفهم، على رأي الاغنيه اللي بتتقال، افهم زي ما تفهم. واني لوحدي، ولا عشان برضه نبقى الكلام دغري، انا لوحدي ومعايا عيل صغير في ظهري، بس العيل ده ببلد كاملة، ما يلزمنيش. وانا بلد كاملة، احنا الاتنين في ظهر بعضنا، ما يلزمنيش حد. ويا ولد انت عارف، لان انت زميلتني وزميلنا بعض، وكنا في ظهر بعض يا وليد يا بربري، وكنا في ظهر بعض وفي اي حاجة مع بعض. فانت فاهمنا قريش وعارف ما بيجيبش ورا. خلاص الكلام على موت يبقى الكلام على موت، الكلام على تعوير يبقى الكلام على تعوير. وانت قلت لي هعمل، وانا مستني تبدأ. انا مش هبدأ عشان انا الصغير، عشان ما يرجعوش يقولوا لي ايه ده انا قريش اللي غلط وانا قريش اللي بدأ. انا مستني ايه؟ ويا ريت من حالا قبل شويه. انا مستنيك. ما بدأتش بقى وما عملتش حاجة، يبقى عادي يابا. يبقى انت اخويا وصاحبي وحبيب. عايزين بقى فضايح نفضح الكل ونفضح الدنيا وتبقى على الكل، وتبقى يلا بجملة، عشان هي مش فارقة. وبجملة وخلاص. هي طلب بقول لك ايه، البيت ابو خرب خد منه قالب، واحنا بيوت الدنيا خربت. احنا فضينا بيوتنا بقى، الحكومة تيجي هتلاقي بيوت فاضية، اهالي ده اي حاجة هتيجي فاضية. خلاص فضينا لكم البيوت وفضينا لكم الدنيا، عشان الكلام على موت. عايزينها موت، كلام على موت. ومفيش اكتر من الطلق، واللي بيضرب وعنده قلب هو اللي هيسندل للاخر. عايزينها تمشي ودي خير وبركه، عايزينها تمشي بقلة أدب برضه ماشي معاكم في قلة الأدب. بقولها لكم بعد إذن الناس، محدش يزعل في كلامي. أنا اللي يعلق لي في كلامي وتاجر مخدرات هفضحه. والنبي بعد إذن الناس اللي يكون بيعلق حفاظا على نفسه، لو تاجر مخدرات يعلق ليش، عشان أي تاجر مخدرات هيعلق لي أنا هفضحه. وهتكلم على المباشر زي شريف اللي علق، وزي علاء الجندي اللي علق. كل من هيعلق. وابراهيم الجندي، ابراهيم اكبر عرس للحكومه. ابراهيم الجندي وعلاء الجندي مع الاداره، مع محمد راجل، مع كله، وفي نفس الوقت خاربينها شغل الحكومه. طب ما انتوا بتبيعوا شغل الحكومه، انتوا مالكوا بينا بقى؟ احنا بطلنا بقى، ما تبيعوا انتوا شغل الحكومه. يا عم الشحات ابو ياسين، يا عم مش الشحات ابو ياسين، اسمه ايه؟ عبوده ولا اسمه ايه؟ بتاع الكافيتيريا اللي بتلموا عليه، المعلم بتاع فتح الشر القديم. هو على المعلم الكبير اللي علمكم شغل المخدرات طحشر، بامان علمكم شغل المخدرات، هو اللي سلمكم وعلمكم الشغل ايه؟ المخدرات. فانتوا بقى ما نبقاش كلنا شكل بعضنا، وفي الاخر يعني مش عارف بقى انا اقول ايه.
بس اقول لكم، المحلويه اللي علمتنا كل ده، المحلويه ده الولاد جنيه. والله العظيم ثلاثه، المحلويه ده الولاد جنيه، هم المعلمين بامانه. المحلويه هم المعلمين وعيال رجال، وبشوف عندهم رجول. وان قابلت عيل راجل في البلد دي يبقى راجل قوي، وان قابلت عيل مش تمام يبقى مش تمام قوي. بس بامانه انا المحله قابلت فيها ناس كله تمام، وابو علي كله تمام التمام التمام. عشان انا برضه كل واحد ياخد حقه في غيرته. انت طلبت مني يا والدي يا بربري قبل كده، فاكر النصبايا؟ بس انا طلعت جدع وراجل. واصحابك اللي كانوا هيسلموك، اصحابك اللي كانوا هيبيعوك في الفلوس بالفلوس يا صاحبي، بس انا برضه راجل جدع. عشان الراجل اللي انت ناصب عليه او اللي انت مفتشه في المبلغ بتاع الشغل، في معرفة وفي تعامل. بس انا ما اقدرش بره عنن الكلام ده، فانا ما اغدرش بيه، وانت عايز تغدر بيا يا وليد؟ ده اخرتها، ده اخرتها. انت عايز تغدر بيا بتنيمني؟ طب انت تغدر بنا قريش بقى، انتوا حرين مع بعض، انتوا اصحابه من جيل واحد ومع بعض. هو يموتك بقى انت تموته، ويا هتخلص يا مش هتخلص. انا عارف دماغ كل واحد فيكم، بس ما تكبرش البوش على نفسك. ما تنكش نقريش معاك، وما تنكش ده وما تنكش ده وما تنكش ده. عشان انا لوحدي معايا 30 راجل، 30 راجل، ومش رجاله كبار في السن. عشان اصحابي بيتناكم، اصحابي الكبار اللي من سني شلولو، وقلتها على النت من شويه، شلولو كلها بتنجان مخلل، كلها عيال كلام فش. يعمل لي بقى معلم، يعمل لي بيطير في الجو. انا اصحابي كلها شلولو، مفيش عيل فيهم تمام، وما يلزمنيش حاجه من حد، وربنا ما يحوجنيش لحد. يا رب، يا رب، يا رب والنبي يا رب ما تحوجنا لحد، ولا تخلي حد حوجنا، ولا تحوجنا لحد يا رب. الحمد لله ربنا مش حوجنا لحد، وما يلزمنيش حاجه من اي بني ادم ولا اي مخلوق. انا الحمد لله اهلي مبسوطين، وعندنا وعندنا وعندنا. بس انا اللي مش عايز مال الحلال ده كله سايبه لعيال. اذا كنت شمال شويه فبطلع مصاريف بجيب السيجاره ده، انما ما يلزمنيش. انما انا زي اي معلم في سمنوت. بقول لك على الاقل تكفي ان انا جدع ما برشدش، على الاقل يعني دي تكفي ان انا ما برشدش. واظن سمنوت كلها عارفه ان انا طول عمري مقضي في السجون من اجل ان انا ما برشدش، ومن اجل ان انا راجل جدع. ويا ناس، اظن انا طولت عليكم بقى، معلش، معلش. بس لو هتدوروا، دوروا على المعلمين التقال، ما تظلموش العيال الصغيره. العيال الصغيره ام سبع وسبعان دول حرام. انت تعرف امه بها ايه؟ انت تعرف ده متجوز ولا ساكن؟ انا عندي واد محبوس بصابع من كام يوم، ممسوك معمول له قضيه مخدرات. مراته اتطلقت وباتت خرب، ومراته مشيت شمال عشان مش لاقيه تاكل عيالها. طب ليه؟ ليه الافطار يا احمد بيه؟ ليه يا احمد بيه؟ ليه يا احمد بيه؟ لا، ما تمسك اللي معاه الكراتين وامسك اللي معاه الصناديق. ابعت يا عم، هات الناس الكبار اللي فوق دول، ابعت هات مديرية الامن، ابعت هات الوزارة، ابعت هات مكتب مصر بتاع المكافحة. وما تمسكش عيل مع صابع ولا صبعين، ظابط صغير عايز يتصيط مش انت يا باشا. ظابط صغير لسه جاي مستجد، معلقه له دبوره، ظابط مباحث، يعني لسه مبتدئ، لسه صغير سنه 25 سنه بتاع، عايز يعمل قضيه مخدرات. يروح يجيب عيل بصبع ولا بصبعان يعمل له. والولا السبعان دول ممكن يكون بيطلع منهم 50 جنيه عشان يروح يأكل أمه، يأكل مراته، شغال على توك توك. ال50 جنيه دول اللي شغال على توك توك بيجيب صبع يبيعه يطلع 50 جنيه. بيصطاد زبون من المنصورة ولا من أي حتة داخل العزبة، بيركبوا التوك توك يجيب له الصابع وياخد منه 50 جنيه، يجري على مراته فرحان يجيب لها كيلو لحمة. طب لا يا باشا، لا يا باشا، لا كده. هو ده ما تاخد المعلم التقيل، ما تاخدوا المعلمين التقال، ما تجيبوا المعلمين التقال، ما تجيبوا المعلمين اللي ظهرها ظباط يا باشا. انا بشاهد الناس، انا عارف ان انا بعد الفيديو ده انا اتحطيت في القايمة السوداء، انا هتحبس ظلم. بس انا شاكي عند النائب العام
وشكا عند المحامي العام، ومعرف مدير الامن، ورحت مكتب شكاوي الضباط. انا راجل سوابق فاهماه. عملت كل حاجه يا باشا يا ابن اللواء، يا باشا صلاح بيه، عشان ابوك لواء بقى تفتري علينا؟ انا عملت كل حاجه، وبرضه عارف ان انا هتحبس عادي وهتحبس ظلم، مش فارقه. ربنا اللي بيسامح الكل. انا غلطت زي اي حد غلط. عايزين تسامحوني، انا كده كده فاتح صفحة بيضة. مش عايزين تسامحوني خلاص، بس سيبونا بقى نقتل في بعضنا. طالما هي عايزانا توصل لقتل، احنا بقى هنقتل بعض. الحكومة ما تتدخلش، عشان هي حالنا الحرب حرب مسجلين. واقول لك، ممكن اقول لك المسجلين دول معاهم سلاح اكتر من اللي في المركز. فانت ما تدورش بقى، بدل ما ظابط يبقى جاي بظروف، امين شرطة جاي بظروف، هي كبرت خلاص. عشان برضو ابن عم مات امبارح، وفي خصومات وفي كذا، ربنا يسترها. الله يرحمه، الله يرحمه، زنت الشباب، زنت الشباب كلها، الله يرحمه. ليه بس كده؟ الدم بقى حاجة رخيصة عندكم لا كده؟ هو احنا يعني عشان عايزين نعيش بتفهمونا غلط؟ طب عليا الطلاق اي ابن متناك عرس بيتناك، هيفهم لي الغلط هنكل متناك امه، هنكل متناك امه الف مرة. انا ما بحددش حد، انا بشتم على الكل اللي قصدني في حاجة. اي بني ادم هيقصدني في شر انا مستنيه، انا مستنيك يالا. اي بني ادم انا مستنيه، بعد اذن احترامي للناس. الشتيمه والكلام اللي انا بتكلمه ده بعد اذن الناس، انا اسف. الكلام ده للي يجيلي على سكه. انا قاعد في سماحه، ومعروف مكاني في سماحه. ما بتنقلش من شارع المجاري يا شارع ابو ريشه، بلاش المجاري، شارع ابو ريشه، ما بتنقلش من هناك. اللي له الهوا او اللي معاه وعايز يعمل وشايف نفسه هو يعني مش مالي عنه حد، وهو كله تمام، لا ده انا ما بحددش حد، انا بتكلم على كله. اي حد خصم ليا، اي حد ليا خصوم عنده من 20 سنة، اي حد ليا خصم عنده من 10 سنين، اي خصم ليا من 5 سنين، اي خصم من 100 سنة، انا مستني في شارع ابو رشا في شارع المجاري يجيلي. يا مرحب، يا مرحب بالموت إذا شاء القدر، بس اللي يضرب يضرب في القلب. ويا أحمد بيه، أنا بعرفك إن أنا هتحبس يا مدير الأمن. أنا هتحبس بعد الفيديو ده، عشان أنا فتحت على نفسي فتوحة. سيبك من الأهالي، أنا فتحت على نفسي فتوحة كبيرة اللي هي مشاور الآثار. يا ريت الناس تشير البث ده، واللي يقدر يبعته لإرهام سعيد يبعته، واللي يقدر يبعته. انا كده كده رحت لإرهام سعيد وخدت معادي معاها كمان 10 ايام. انا طالع على التلفزيون كمان 10 ايام مع الابله إرهام سعيد.